الشرطه، لكن قالوا في بعض مراقب الشرطه ورجع بعد كده غير امبارح خلال 24 ساعه لا في اكاديميه الشرطه. طب ما تقل قبلها باسبوع في اكاديميه الشرطه ويكون في نظام من الشرطه اصلا تنظم جوه المحكمه، واخد بالك الناس ديت لان ذنبها ايه؟ الناس على مين اللي بتتضرب؟ ذنبها ايه؟ دي ناس هتنقل الحدث بتتضرب بره القاعه خالص، بره اكاديميه الشرطه. ليه كده؟ كان يبقى يجب يبقى في نظام وجميع المحطات تنقل عشان الشفافيه. طبعا احنا نقلنا قبل كده الرئيس محمد حسني مبارك محاكمته علني قدام الناس كلها عشان كمان الناس تعرف ان في تحضير، مصر اتحضرت جدا وفي حريه وفي ديمقراطيه، لكن كده هرع وضرب وهمز ولمس. لا هنزيع، لا مش هنزيع، مش عارفين ايه النظام. طب قبل كده محمد مبارك شفناه والناس كلها قاعده في البيوت وفتحت التلفزيون اللي حصل راجع على مبارك وبيتحاكم، وانا النهارده ليه ما يبقاش في شفافيه؟ لكن انا شايف الناس اللي بيحاكموا مرسي هم اللي خايفين، مش اللي بيتحاكم هو اللي خايف. طب انا ازاي اقتنع ان دلوقتي في شفافيه؟ ثوره 25 يناير اتعملت في شفافيه، الناس تشوف ايه اللي بيحصل وايه اللي بيدور. السبب في الاشتباكات ديت لو كان في تصوير من البدايه والناس عارفه ان المحاكمه تتذاع وهتبقى علني وكل الناس عارفاها، ما كانش هيبقى في ناس هتروح ما كانش في اعلام بعد الاكاديميه كده. لكن النهارده في غموض، ما حدش فاهم حاجه، مفيش شفافيه. المحاكمه طول عمرها معروفه اللي هي في المعادي مش عارف انتهت، بعد كده اتقال قبلها بيوم هو حكم قضائي اللي هو قاله تبقى في اكاديميه الشرطه، بس هو حكم قضائي صادر قبلها بساعات وكل يعني ما ينفعش، مش حكم، لازم يبقى فيه شفافيه. انا عارف والله ان انت عشان الناس تبقى واضحه وعارفه بتروح ايه وتيجي ازاي. اي عداله في غياب ان ابسط يعني مقومات العداله تبقى موجوده. اي عداله في ان محمد مرسي مش زي محمد حسني. لو ده مجرم وحقيقي واجرم في حق الشعب يا ريت احنا كشعب نشوفه زي ما شفنا محمد حسني على الهوا. لكن ان انت تمنع الصحفيين، انا كصحفي منعت ان انا اغطي قدام الاكاديميه، ليه امنع ان انا اغطي؟ ليه تمنعوا ان الناس تشوف اللي بيحصل داخل المحاكمه؟ ليه؟ لو هو مخطئ الشعب اللي يقول، لو هو غير مخطئ الشعب اللي يقول، او القضاء يحكم في كده. لكن معنى ان انت تمنع الصوره يبقى انت خايف، يبقى انت اللي مجرم، يبقى انت اللي قاتل، ويبقى اللي حصل ده انقلاب مش ثوره. الله اكبر، برافو عليك.